مساء الخير، معاكم احمد سعداوي. كان عندنا رؤيه وحلم من فتره طويله، الحمد لله قدرنا نحقق جزء منها. وكنا من سنه بالظبط عاملين فيديو كنا بنتكلم على جزء من الرؤيه بتاعتنا والحلم بتاعنا. عايزين نوصل بالمعرض ده فين بقى يا جماعه؟ عايزين نوصل بالمعرض ده زي معرض العربيات الكبيره، زي مش عايز اقول اسماء، بس يعني زي القرش والملك والكلام ده، مش نقول الاسماء مش مشكله. وكنا بادئين الموضوع ده، كنا حوالي 6 موظفين موجودين في المكان. الحمد لله دلوقتي قدرنا نوصل ل 30 واحد. كنا عايزين نبقى زي معارض الموتوسيكلات او انا اسف معارض العربيات المحترمه اللي موجوده. تقدر تخش وتلاقي سيلز موجود، تخش تعمل صيانه لعربيتك، تلاقي مهندس استقبال فني محترم فاهم بتولز محترمه يقدر يشتغل في الموتوسيكل ويقدم لك احسن جوده يقدر يديها لك. كان جزء من الرؤيه خصوصا في مجال صيانه الموتوسيكلات، يبقى عندي مهندس استقبال يقدر يستقبل العميل، يستلم منه موتوسيكله، يكتب هو عايز يعمل ايه، نقدر نتارجت الموتوسيكل، الصيانات اللي اتعملت فيه، كان ماشي قد ايه، اما غير زيت، اما غير كذا غير كذا. عندنا في مركز الصيانة بنستقبل العملاء، بندون طلباتهم في الجوب اوردر. بعد كده الموتوسيكل بياخد ترتيب دور، ولما الدور بيجي بنبتدي الشغل فيه على طول. احنا في قسم الصيانه هنا اول ما الكاستمر بيجي بنستلم منه الموتوسيكل وبناخد منه الداتا كلها بتاعته زي رقم التليفون واسمه وموديل الموتوسيكل. بعد كده بناخد الفان نمبر اللي هو رقم الشاسيه، وبعد كده بناخد رقم العداد بالظبط عامل قد ايه، وبنعرف مشكلته ايه هي. بعد كده بنعمل حاجه اسمها جوب اوردر على السيستم هنا. السيستم ده جامع المكان كله ببعضه، اي نوتس اي حاجه بنحب نتكلم فيها بنتكلم هنا. وبنصور الموتوسيكل نستلمه فيديو استلام. بعد كده بنصور 4 صور للموتوسيكل ونحطهم على الجوب اوردر بتاعه. بعد كده بنبدا نتابع الموتوسيكل لو محتاج اي قطع غيار او سيرفيس عموما، بنبلغه بالاسعار، بنبلغه بكل حاجه. كان برضو من الرؤيه بتاعتنا ان احنا يبقى عندنا قسم لقطع الغيار. ناس كتيره في مصر بتدور على قطع غيار لموتوسيكلاتها، سواء عايزه تصين او عامله حادثه وخلافه ومش لاقياها بسهوله، بتضطر تكلم 1 و2 و3 و4 و5 و10. الحمد لله بقى عندنا قسم قطع الغيار دلوقتي تقدر تتواصل معاه، يدور لك على اللي انت عايزه سواء بره مصر او جوه مصر، ويحاول يوفره لك باقل سعر ممكن توصل له وباسرع وقت ممكن. وبرضو ربنا قدرنا وبقى عندنا اونلاين ستور تقدر تخش تشوف فيه السيفتي جير واي اكسسوارات او قطع غيار انت عايزها وتطلبها وتجيلك لحد البيت. احنا معانا النهارده في قسم قطع الغيار موتوسيكل BM S1000 2022 عامل حادثه. بيخش الورشه بيتعمل له تقرير كامل بالقطع الغيار بتاعته اللي محتاجها، وببدا اشتغل عليها من الموقع الرسمي الBM. بنسعر قطع الغيار قطعه قطعه بالبارت نمبر بتاعها، وبنجهزها للعميل عشان نقدم له مقايسه كامله بالاسعار بتاعتها القطع الاصليه. نقطة مهمة جدا يا جماعة في أي بيزنس أو أي خدمة أنت بتقدمها، إن أنت تتابع مع العملاء وتاخد منهم الفيدباك، وخصوصا في مجال الصيانة. في مشاكل بتظهر، الحمد لله النسبة بتاعتها قليلة جدا، بس الخطأ وارد ومش معدوم. فعندنا قسم دلوقتي للشكاوي بيتابع مع العملاء. أي موتوسيكل بيجي يتصين عندنا لازم يرجع يبعت له رسالة يطمن الصيانة اللي اتعملت راضياه ولا لا، المبلغ اللي دفعه مبالغ فيه ولا موازي للخدمة اللي هو خدها. طبعا في مشاكل بتحصل. الحل اللي احنا بنعمله ان بنقدر نبعت لحضرتك عربيه تحمل الموتوسيكل، يجي لنا نصلح الخطا اللي طلع ونرجع نبعته لك لمكانك من غير اي تكلفه اضافيه نهائي. نيجي دلوقتي للحته بتاعه المعرض. كنا برضو بادئين بحوالي سيلز واحد، الحمد لله دلوقتي عندنا 3 وعندنا سيستم محترم نقدر نتتبع بيه كل عميل اشترى مننا ايه وعايز يشتري موتوسيكل ايه وهو معاه موتوسيكل ايه عايز يبيعه. الداتا كلها متجمعه في مكان واحد، بتسهل علينا ان احنا نقدم خدمه احسن وافضل. احنا في قسم المبيعات بنحاول نوفر احتياجات العميل حسب اللي هو محتاجه للموتوسيكل، ونشوف له افضل حاله او افضل موتوسيكل يقدر هو يكون مناسب ليه. وبنقدر نوفر موتوسيكلات من بره مصر سواء جديده او مستعمله، وبنوفر موتوسيكلات كمان في السوق المصري. بنقدر طبعا نوفر له احسن حاجه يقدر ياخدها، ان احنا بنعمل تقرير كامل عن الموتوسيكل قبل ما يستلمه، ونقدر نقول له سواء الموتوسيكل ده مناسب ليه او لا. بنعمل الكشف يكون كشف متكامل، موضوع كبس الموتور، شاسيه، الكهرباء بتاعت البايك، الحاجات دي كلها طبعا بتبقى مهمه جدا قبل ما نشتري الموتوسيكل.
وبرضو عندنا تعليم سواقه، بنبدا من الصفر. لو انت مالكش في الموتوسيكلات خالص بتيجي تتعلم، بنبدا على موتوسيكل صيني وبعد كده هورنت، بعد كده 600 ار. عندنا برضو دلوقتي موتوسيكل كروزر بيعلمك جميع الاساسيات وجميع مكونات الموتوسيكل وازاي تتعامل معاه سواء في صيانته او في استخدامك اليومي. مساء الخير، انا كابتن مصطفى من معرض سعداوي. انا هنا بدرب سواقه الموتوسيكلات. احنا هنا بنوفر لك جميع وسائل الامان. اول حاجه بتطلع بيها الجاكيت والهلمت والجلافز والركب، عشان لا قدر الله لو حصل لك اي حاجه تكون في حمايه وامان كامل. اما نيجي نصين الموتوسيكل بنحتاج عده معينه، وخصوصا الموتوسيكلات الحديثه اللي موجوده دلوقتي اللي اصلا مش متعارف عليها في البلد. عايزين عده معينه، عايزين اجهزه كشف معينه، سيرفيس مانوال نقدر نستخدم الموتوسيكل او نصين الموتوسيكل من خلاله ونعرف التوركات بتاعت كل موتوسيكل عامله ازاي. مش مجرد الشغل البلدي اللي متعودين عليه، برضو هنوريكم دلوقتي الطرق اللي بنستخدمها في صيانات الموتوسيكل عامله ازاي، والادوات اللي بنستخدمها برضو في صيانات الموتوسيكل. احنا هنا في الصيانه بنشتغل بالسيرفيس مانوال الخاصه بكل موتور وبكل موتوسيكل، وبنشتغل بالتولز المخصصه لكل موتوسيكل، وبنحاول نطلع شغلنا على اتم وجه واكمل وجه. والتولز اللي موجوده عندنا مفتاح التورك رينش بكل مقاساته اللي بنحتاجها في السيرفيس بتاعه الموتوسيكلات او الخاصه بمقاسات الموتوسيكلات. عندنا مفتاح الزاويه، عندنا جهاز لرفه الجنط او ان احنا نقدر نشوف الرفه بتاعه الطنابير والجنط. ودي طبعا العده بتاعه اخذ الهواء بتاع الباكم لو بنعمل دوره باكم كامله. عندنا السماعه اللي بنقدر نسمع بيها اصوات في المحرك. عندنا الجهاز اللي بنقدر نقيس بيه كميه الهواء اللي هو جهاز الفاكيوم. ودي طبعا عده لاي مسمار مثلا يحتاج توفير او في اي مشكله. وطبعا معانا جهاز هنا بتاع ضغط الموتور، بنشوف فيه تسريب مثلا في السبايك او في تسريب في قلب الكرنج. عندنا جهاز بنقدر نقيس بيه ضغط ترمبة البنزين. عندنا جهاز تاني بنقدر نعمل تقرير للبطاريه ونقدر يعني نشوف حالتها، نقدر نفور الجنزير ونقفله بالكيتس بتاعتها. الجهاز ده بتاع كبسول الميه بتاع الموتور، بنشوف مثلا التسريب في انهي مكان في الموتور، في راداتير، في شوان وش سلندر، في خراطيم، في كويلات، على حسب التسريب فين ده بيقدر يحدده لنا. عندنا الجهاز الميكرومتر اللي بنقدر نقيس بيه الشمات بتاعه التكات واحنا بنظبط تكات، ونقدر نتواصل لمقاسات الشمات المطلوبه. عندنا الجهاز اللي بنقدر نقيس بيه ضغط الزيت المحرك، بنقدر نعرف ان كان في تسريب زيت. عندنا التولز بتاعه فك وتركيب المساعدين كامله، بنقدر نفك المساعدين ونقفلها بالتولز المخصصه ليها. عندنا جهاز الترصيص بتاع الكاوتش او الجونت. ودلوقتي بنعمل كبس موتور، بنشوف الموتور في الستاندر او في تسريب في اي حاجه في الموتور. كل موتور مطلوب له التولز بتاعته او السيرفيس مانوال بتاعته بتبقى طالبه تولز معينه احنا بنشتغل بيها، ودي متوفره عندنا في المكان هنا. وكنا بنتكلم في موضوع الصيانه ان اغلبيه العملاء بتبقى عايزه تقف فوق الفني وهو شغال في الموتوسيكل، وكنا بنقول ان دي بتشتته وما بتخلوش عارف يركز، وفي نفس الوقت العميل عايز يبقى مطمن وشايف موتوسيكله وبيحصل فيه ايه. قدرنا برضو نوفر استراحه بسيطه ان شاء الله تكبر بعد كده، وتبقى شايف موتوسيكلك خلال كاميرات معروضه قدامك ايه اللي بيتعمل في الموتوسيكل. انت مش محتاج تبقى واقف، لا انت تقدر تبقى قاعد مستريح، بتشرب شاي، بتشرب القهوه بتاعتك، بتشرب الحاجه الساعه بتاعتك، وشايف موتوسيكلك بيتعمل فيه ايه وانت مطمن ومش قلقان. طيب نيجي نتكلم في نقطة الأسعار، وليه الأسعار ممكن تبقى هنا أغلى من أي حتة ثانية. طيب أول نقطة، الخدمة نفسها مختلفة. طريقة صياناتك أو العدة اللي احنا بنستخدمها في صيانة الموتوسيكل مختلفة تماما. أي مشكلة بتحصل يا جماعة من مكان احنا ما بنجادلش فيها، هي المشكلة طلعت من عندنا بنحلها لك على طول. فالخدمة نفسها بتفرق كتير، وعشان الواحد يقدر يوفر الخدمة دي محتاج من عندك ميكانيكي محترم، محتاج مهندس ميكانيكا محترم، محتاج سيستم. احنا شغالين بسيستم اودو عامه، محتاج سيستم مكلف عشان نقدر نظبط الكلام ده كله. محتاج مننا مصاريف، فعشان المصاريف تطلع محتاج مننا دخل، فطبيعي يبقى السعر هنا اغلى من اي حته ثانيه. ده بخلاف ان احنا في التجمع الخامس، وكيلو الجوافه هنا اغلى اصلا من اي حته ثانيه. يعني لو تروح تجيب من جسر السويس والمصري دي هتلاقيه ارخص بكتير يعني. فالتجمع الخامس طبعا اغلى من اي مكان ثاني، لان المرتبات هنا لازم تبقى اعلى، الايجارات هنا اعلى، فده سبب الاسعار العاليه او المرتفعه بنسبه بسيطه، مش مرتفعه بنسبه كبيره قوي. وفي الاساس الخدمه نفسها مختلفه،
فمقابل الخدمه لازم يبقى قدامها فلوس، وده جزء صغير من الرؤيه بتاعتنا، وان شاء الله هتقعد تتطور مع الوقت باذن الله. الحلم بتاعنا يا جماعه ان احنا يبقى عندنا معرض موتوسيكلات ومركز صيانه معتمد كبير جدا جدا، ونقدر يبقى عندنا فروع في كل الجمهوريه، ويبقى في تراك موتو جي بي في مصر، او تراك دراج صغير، او تراك عموما صغير كده. الحلم مش صعب يا جماعه، مش بعيد. الواحد بدأ القصه دي ب3 موتوسيكلات في جراج البيت سنه 2000 حوالي 2012، وبدأنا نركز في البيزنس ده تحديدا من سنه 2019. ومن سنه احنا وريناكم الدنيا كانت عامله ازاي، وهتشوفوا دلوقتي او بتشوفوا معانا الوضع دلوقتي وصل لفين، وكنا كام بني ادم وبقينا كام بني ادم، والوضع كله اتغير ازاي بفضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى. فباذن الله حلمنا هيتحقق. مساء الخير. هننزل بأقدم 2 معانا دلوقتي. اتفضل يا استاذ مجدي. انت معلق كده ليه يا ابني؟ معرفش، عايز استاذ اسامه، اللهم صل على النبي. معلق كده ليه؟ ماشي. طقم السيلز يا جماعه بتوعنا اقوى سيلز موجودين والله في الجمهوريه. عمر شاهين ومحمود. طقم الاستقبال يا جماعه اتفضلوا. خالد ومليكه. محمد سامي استاذن النهارده بس عنده ظروف. تعالى يا استاذ انس. اقوى سيلز قطع غيار موجود في الجمهوريه والله. اقوى طقم صيانه اشتغل معايا. اتفضل يا استاذ محمود. محمود تعالى 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 هنا. عمر تعالى. فين؟ تعالى ابراهيم. تعالى كريم. خش. تعالى كده جنب محمود هنا. هنا 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 هنا. ناقص مصطفى جاله ظروف خبط في سلايدر موتوسيكل، واسامه الحمد لله مش ما اتحبسش في حوار الكمامه والسكوتر من السنه اللي فاتت. تعالى يا جوده. جوده المخلصاتي بتاع المكان يا جماعه. تعالى يا استاذ لوندي، انت في الصيانه يا باشا، اتفضل. تعالى يا استاذ لوندي. تعالى ما تتكسفش. تعالى يا متزمل. متزمل برضو من اقدم الناس اللي موجوده معانا، بقى امين المخزن دلوقتي. اخواتنا السودانيين اتفضلوا. علي ووائل وعيسى. ناقصنا علي. فين محمد؟ تعالى يا محمد بكر، واخوه علي سافر السودان، واحمد برضو في الورشه سافر السودان. تعال اللي مشقينا في حياتنا وبيعليه الضغط، عبد الرحمن. ده الميديا بتاع. انت غطيت على اسامه كده. ناقص مين كده؟ في مين تاني؟ في حد كده ناقص ولا؟ بيتزا استاذ محمد عطيه. في كام واحد برضو مش موجود، وعبده العربيه شقيان برضو معانا. بنشكر يا جماعه والله العظيم الناس كلها اللي موجوده دلوقتي على اللي عملوه. المكان ده كله ما كانش هيوصل اللي فيه ده بجهد كل واحد موجود في المكان. والله بشكركم من جوه قلبي، ونتمنى نفضل مع بعض ونكبر مع بعض ونروح لحته ما كناش نتخيلها. وكل سنه وانتم طيبين ويوم رايق عليكم. صور ماشي. نضحك بقى كلنا. انا بعملها صح يا كامل ولا انت مخرج يا ابني؟ نضحك واخلص. اسامه ده اتفضل يا اسامه. مش هيعلق برضه كمان. نطق مجدي زي اول مره. هاي كويس مبدا يتنطط. اسامه ده في الحته اللي هنا. هو انت عايز ايه؟ يا اسطى بصور كواليس. كوارث؟ انا ما بعملش كوارث. كواليس ما قلتش كواليس. كواليس يا ابني كواليس. ده فيديو، ده شويه شغل كده. مدير مبيعات البايكات عندنا المانجر. واهم حاجه اعمل خصم للعميل 100% في اي حاجه روق بعد على ما يشتري الموتوسيكل.